أخيرا ما يجب على كل إنسان منا أن يتمثل هذه اللحظة ويتخيلها، يعني يوم أن يموت، يعني خلاص، يعني لن يبقى شيء، يعني كل هدومك خلاص، يعني بجد هدومك دي مصيرها انها تتغسل وتتحط في كاس وتطلع للجمعيات الخيريه او تتوزع بقى على الناس او تروح لاخواتك او اي حاجه. طب كرنيهات المهمه، محفظتك الكرنيهات المهمه اللي انت كنت كلها ايه؟ هتتوزع بقى على اخوك ولا مراتك ولا مامتك، حاجه تذكار كده، زي ما اهالينا لما ناس من عندنا ماتت وزعنا الحاجات دي نفتكرهم بيها. صدقوا بالله ما طلعناهاش، ماتوا. شوية صور على شوية دموع على شوية عياط شوية دعاء. اوضتك هيقعد فيها حد تاني، يعني لو متجوز مراتك ممكن تتجوز عادي وتبقى في عصمة راجل تاني حتى لو كانت كبيرة. بيحصل، مش بس بيحصل، دي بتقعد تختار، وده مش عيب فيها. وتقعد بعد ما تجاوزت هذه الأعمار، بعد ما عيالها بقوا كبار كده، تقعد تقول ده مناسب أكتر من ده وده. ده مش أنا كنت عايش كنت مكفيكي وكنت عامل لك كل حاجة، بس موت خلاص. الأحلام بقى بتاعت إيه؟ هنستنى بعض مش بتتحقق عند كل الناس، يعني في ناس بتعملها بس مش كل الناس بتحققها، أغلب الناس ما يحققهاش، ما عندها احتياجات تانية وانت مت. ابنك خلاص هينساك، ولو صغير ده أدعى ان هو ينسى كل حاجة لأنه كان صغير، فما يكبر مش هيفتكر منك حاجة. فلوسك هتتوزع ده لو كان حيلتك حاجة أصلا، حتى جسمك هيرموه في التراب وخلصنا. وهم يفتحوا عليك القبر بعد كام سنة عشان يدفنوا حد من قرايبك تاني، مش هيلاقوك، صح؟ خلاص مش مستاهلة بقى، مش مستاهلة. مش دينك عشان حد، مطلعش حتة من دينك عشان حد.